عفريت ايه؟ يلا يلا نهرب اجري. الله، دوم انا رز اشوف مين بيرزع على الباب كده. ايه مالك كده عاطف بتجري كده ليه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ استنى بس اخد نفسي. يا ابني انت في ايه؟ وقعت قلبي. انا رحت اصطاد ولسه بفرد العود كده لقيت الشنطه دي عايمه على وش الميه. نزلت اجيبها بس اول ما مسكتها حصل الكارثه. حصل ايه؟ الله يخرب بيتك يا وش النصايب. اول ما مسكت الشنطه لقيت ناس كتير قوي شكلها غريب واقفين بيشاوروا عليا وبيقولوا امسكوه امسكوه. طب انت عملت ايه؟ طلعت اجري وهم ورايا، اجري وهم ورايا، اجري وهم ورايا. الله يخرب بيتك، دايما جايب لي النصايب كده لحد البيت. اقفل الباب بسرعه يا رز. حاضر. وبعدين وش النصايب كمل. بس فضلت اجري لحد ما جيت عند البيت هنا، بس الغريب انهم اختفوا كأن ما كانش في حد بيجري وراها اصلا. مستشفى المجانين هتشتغل اهي، والله ده اللي حصل. طب اديني الشنطه دي ياض نشوف حكايتها ايه. خد يا رز ادي الشنطه دي لابوك. ايه يا ترى فيك ايه يا حلو؟ ايه يا حاج مال وشك كده؟ الشنطه فيها ايه؟ الشنطه فيها اثار ياض. الله يخرب بيوتكم هتحبسوني. عشان نهار مش فايت. اثار اثار يا حاج. طب وهنعمل ايه الوقت؟ اتك على الصبر ياض عم نشوف هنعمل ايه في المصلحه دي. ايه ده معاها ورق. طب اقراها كده لا تكون خريطه لبقيه الكنز. اراها ما اراهاش ليه؟ فور أن تنغمسوا في الأمور تنصهر روابط الواقع لتحيا داخل أجزاء الملك المختار يتشابكون بين قضبان الحاضر والماضي لتحيا روح الملك العظيم لهلاكهم. وده إن شاء الله. هنعرف يا ابني أي بدراجي كتب الكلام ده. إيه ده؟ الموضوع طلع بجد يالا ولا إيه يالا؟ عفريت. عفريت إيه يالا؟ يلا نهرب اجري. خدوني قاعد معاكم. ما تعملش صوت يا رز. اوعى تعمل صوت. يلا يا بسرعة نهرب قبل ما يجي تاني. استنى يا حاج خدنا معاك. ايه اللي قفل الباب يا رز يالا؟ قوم يا زهرة يالا. لا العيال